بسم الله الرحمن الرحيم. يعلن دروباي أطرس أهلاوي وأطرس وايت نايت بالمطالب التالية: وأطرس القصاص والعدالة في القصاص، وذلك بسرعة محاسبة كل المسؤولين عن مقر البورسعيد، والشفافية الكاملة في إعلان نتائج التحقيقات، وعدم الاستخفاف بحجم الكارثة وتحويلها لشغب ملاعب. وبنعيدها تاني: عدم الاستخفاف بحجم الكارثة وتحويلها لشغب ملاعب، ولن نقبل بأي كبش فداء يتم تقديمه للتستر على من دبر هذه الجريمة. النقطة الثانية: العدالة وعدم تلفيق أي تهم سياسية باطلة بمجرد ارتباط فرد بمجموعات الألتراس، والإفراج فورا على كل من تم تلفيق تهم سياسية باطلة له. ثالث نقطة: لن نسمح بعودة النشاط الرياضي بأي شكل من الأشكال حتى يتم القصاص الكامل والعادل والإفراج عن المتهمين السياسيين. والنقطة دي هنفضل مصرين عليه: لن يتم عودة النشاط الرياضي إلا بعد القصاص. عشان السبوبة والفلوس ممنوع، واحنا اللي هنمنعها. رابع نقطة: بعد تحقيق مطالب الصالح نرفض رفض تام استخدام السياسة الطبيعية من أي طرف تجاه جماهير الكرة عامة وأعضاء الأسرة بصفة خاصة، ومع هذا الثوابت واضحة يتم الاتفاق عليها بين مجموعات الأسرة وأي جهة مسؤولة. الجمهور هو اللي هيحكم. النقطة الخامسة: صفحتنا الرسمية هي ما تعبر عنه، وفي حالة إعلان متحدثين عن المجموعة يتم الإعلان عنه من خلال صفحاتنا. مفيش متحدث رسمي هيتحدث باسم المجموعة غير لما نعلن عنه عن طريق صفحتنا. أي حد تاني ينتحل صفة شخص مسؤول داخل الجروبين ليس له أي علاقة بينا. النقطة الأخيرة: هذا إعلان من أبناء مصر المخلصين أننا على أتم استعداد لتقديم أرواحنا فداء هذا الوطن كما قدمناها من قبل، ونعاهد الله بالدفاع عن هذا الوطن وترابه. يا جماعة للشكر.